السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معي في هذا الفيديو الجديد على القناة، واللي إن شاء الله غادي نشارك معكم فيه الإجابة على واحد السؤالين طرحوا عليا في هذه الفترة اللي فاتت بقوة. يعني أغلب الناس اللي كتسولني عفوا، فكيكون السؤال خاص إما بالسحب من شركة ماي فاند فيوتشر ولا مشكل اللايف أكاونت اللي كانت دار واحد الضجة مؤخرا. فإن شاء الله عارفة تعطلت عليكم في الإجابة، ولكن بحكم السفر وفاش رجعت من السفر كانوا التزامات خصني نكملها، ودابا إن شاء الله غادي نجاوبكم. كنعتذر على التأخير. فأول حاجة غادي نبداو بها هي السحب من شركة ماي فاند فيوتشر. نحاول نبسط لكم إلى أقصى حد. أول حاجة كتمشيو للباج ديال ماي فاند فيوتشر، وكتجيو لهنا كاينه هاد اف اي كيو. هادي كتكليكيو عليها هنا، راه كتكون بلوك اباوت از. المهم هي هاد الثالثه هادي على حسب اللغه اللي غتكون عندكم في البيسي ديالكم. فانا عندي هنا الانجليش، فغادي ندخل في هادي وغادي نجيو هنا وغادي نهبطوا تندخلوا لهاد ماي فاند هيلب سنتر، وكنجيو لهنايا البي اوت كنكليكيو. اون فوا كتكليكي كتدخل لهنا وكتشوف البلون اللي عندك. بالنسبه لي انا غنشرحهم لكم كاملين، هادشي اللي كتبينو هنا غنحاول نبسطو بالنسبه للمبتدئين وبالنسبه لهاد الناس اللي خلاو ليا الاسئله. وان شاء الله غنشرح حتى اللايف اكاونت، لان السحب عنده علاقه باللايف، فغادي نحاول انني نبسط لكم الشرح ان شاء الله. فكيف ما كتدخلوا هنا كتلقاو هاد كور بلين، لان الاشاره لي بلون اللي كانوا قدام راه ما بقاوش، واخا كان توجه لي الانتقاد حيت كنت انا شرحت التغييرات اللي دارت الشركه كيف درت عليها فيديو وشرحت بان هاد لي بلون اللي كانوا راه غادي يتعوضوا او لا تعوضوا بهادو. وقالوا لي لا، كتمري معلومات غلطه، وحاليا ما بقاوش لي بلون القدام. يعني هاد لي بلون هادو خلاو دوك لي بلون القدام بالنسبه للناس اللي كانت مهتمه، من بعد حيدوهم تدريجيا وتعوضوا بهاد لي بلون هادو. سبق وشرحتهم، ولكن مازال كيجيني اسئله عليهم خصوصا على السحب. فغادي نرجع لموضوع الفيديو اللي هو هنايا عندي هاد كور بلين. بالنسبه للكور فعطيين تقدروا تسحبوا فيها حتى $5000. هنا مفهوم، هنا كنهضروا على السحب، باقي ما كنهضروش على اللايف وكيفاش يعني تجنبوا مشكل اللايف اكاونت. فغنهضروا في الاول على السحب، ومن بعد غندوزو للهضره وهادشي نيت نطبقوه كيفاش نحلوا هذا المشكل ديال اللايف اكاونت وباش ما نتبلوكاوش من الشركات. المهم هنا عندكم الحق انكم تسحبوا $5000. بالنسبه للسحب فكيكون after 5 winning days، يعني من بعد 5 ايام رابحين على $100. يعني باش يتحسب لك النهار فالابل، فراه خص تكون جبتي فيه $100. $100 ما شرطش انك تجيب $100 و$100 و$100 متابعين، نو. تقدر تجيب مثلا $100 وتخسر نهار، عاوتاني تخسر نهار تجيب $100. فمثلا النهار الرابع خسرتي، ربحتي النهار الاول، خسرتي النهار الثاني والثالث، الرابع ربحتي فيه $100. اذا اليوم الاول هو أول يوم رابح، ثاني يوم رابح هو اليوم الرابع، وكتبقى غادي أي يوم جبتي فيه $100 سواء كانوا متابعين أو فارقين كيتحسب لك أنه يوم رابح حتى كتكمل ال5 أيام ربح. بالنسبة المينيموم ديال البي اوت فهو 250. يعني تقدر اقل حاجه تسحبها هي $250، واقصى حاجه تقدر تربحها في الخطه ديال كور هو $1000. يعني تقدر تبدا من 250 حتى $1000. تلحد هنا مزيان. بالنسبه after your first payout the max loss limit lock at your starting balance. اوكي، يعني هنا قال لك بان من بعد ما كدير السحب ديالك فراه كيتحول لك البالونس ل50,100. يعني عوض مثلا كانت في الاول 48,000 كتولي 50,100. يعني هنا ولا عندك اون فوا توصل ل50,000
فانت حرقتي الكونت. هذا علاش حنا فاش كنبغيو نسحبو كنخليو واحد المبلغ باش كتحافظ بيه على الكونت ديالك ما تحرقوش يعني ويطول معاك. راه ماشي المهم هو انك تفاليدي تيست وتاخد واحد الكونت وتسحب منه، اولا تاخد واحد الكونت ويتحرق لك، ولا تاخد وتسحب منه مره ويتحرق. لا، كل ما طولتي بداك الحساب كل ما انت هنا وليتي واحد الانسان اللي بروفيتابل وكيعرف يجيري الكونت ديالو. المهم تنظن هاد النقطة حتى هي مفهومة. يعني هنا غيولي عندك الدراو داون ديالك هو 50,100، يعني مكتوبة 50,100. إلا هبطتي عليها وصلتي 50 و90 50 وهكا صافي راه تحرق الكونت. يعني ردوا البال فاش تبغيو تسحبوا، خليو واحد المبلغ اللي يحمي لكم الكونت ديالكم. اوكي هنا البي اوت تايم، اوكي هنا كيكون من بعد 6 حتى 12 ساعة وكتوصل بالجيميل ديالك. المهم ديال السحب، هنا كنهضروا على السحب. نهبطوا البلان اخر اللي هو سكيل بلين بي اوت. اوكي هنا عاطين حتى 11 كا و250 دولار، يعني تقدر تسحب من هذا المبلغ، من هذا البلان هذا. الا عندك هذا الكونت هذا فراك تقدر تسحب حتى ل 11 كا، يعني 11,000 دولار و250 دولار. شنو اخر تا هو على 5 ايام ربح 50 كا طالبين لك 100 دولار، لان كور ما شرحناش 50 و100 و150 لان ما فيها غير 50. بالنسبه لهذا ديال سكيل فراه فيه 50 فيه 100 و150. بالنسبه لهذا 50 كا فنفس المبلغ 100 دولار. 100 كا كتولي 200 دولار، 150 كا كتولي 300 دولار. يعني عدد الايام الرابحه هي 5 ايام، وعوض انها تكون 100 دولار النهار كتولي 200 ولا 300 على حسب الكونت اللي انت واخد. اوكي بالنسبه لهنا غادي نشوفوا الماكس بي اوت. عندك في 50 كا عندك 1500. السحب الثاني بالنسبه لهادو راه السحب الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. يعني المره الاولى غادي تقدر تسحب 1500، المره الثانيه 1750، السحب الثالث يعطيوك 2000 دولار وتدخل السحب الرابع 2500 دولار والخامس 3500. كنظن دابا مفهوم. وإلا جمعنا هاد المبالغ هادو اللي عندنا في كل سحب غنلقاو التوتال ديالها. انا غير يعني بديهيا يعني غير جاتني الفكرة. المهم غيكون هاد التوتال هذا ديال هاد السحوبات هو هاد 11,250 1500 1700 2000 هي هذيك غادي تكون هي 11,250. كذلك بالنسبة للحساب ديال 100 كا فكتحسب يعني السحب الأول كتسحب 3000 دولار، السحب الثاني 3500، 4000 الثالث، الرابع 4500، 5000 في السحب الأخير. يعني هادو هما المبالغ اللي غادي تسحب. يعني شحال مسموح ليك تسحب في كل كونط. كنظن مفهوم دابا. في كل سحبة عفوا، يعني كل سحبة تقدر تسحب فيها المبلغ اللي قدامها 4500، 5250، 6000 دولار في السحبة الثالثة. المهم وكتبقى غادي هكا. بالنسبة after your first payout the max loss limit resist to starting balance 100 250. اوكي must be out are تا هما نفس الشيء، يعني كيكون زائد 100 واقل سحب هو 250. بالنسبه لهاد لي بلون كاملين اقل سحب هو 250. كنظن لا 100 ما كتكونش 250 لان كتكون 200 يعني غادي تكون اكثر. 200 في 5 200 في 5 هي 1000 يمكن 1000، يعني اقل سحب غادي يكون 1000. المهم هذا كينطبق على سكيل. نشوفو برو. بالنسبة للبرو فممكن تسحب فيه حتى 100 كا. تبارك الله 100 كا راه ماشي مبلغ اللي صغير. السحب كيكون على 14 يوم from your first trade. اوكي يعني 14 يوم every. اوكي كيكون على 14 يوم من اول تريد درتيها. يعني كنظن تكون
المهم باقي ما قريتش هادشي اللي لتحت، ولكن اللي فهمت من هنا أنها من أول يوم، من أول تريد درتيها غادي يعني يكون هذاك هو أول نهار، من موراها ب14 يوم تقدر تسحب. و100K مزيانة يعني ماشي شي حاجة اللي خايبة. بالنسبة للأكاونت اللي كاينين أكاونت سايز اللي كاينة 50K 100K 150K 2100 3100 4600. هادو هما لي طارغيت اللي كاينين. 50K خصك تجيب فيه 2100، 100K خصك تجيب فيه 3100، 1500 خصك تجيب فيه 4600. after your first payout the max okay look starting 100 that is 50 و100. اوكي يعني حتى هما البالونس من بعد ما كتسحب كيولي 50 و100. نضرب 60% you profit before. اوكي يعني هنا كتاخد 60% من الأرباح، يعني الشركة كتاخد 40%. بالنسبة للمينيموم ويدراوت هو $1000، هادو فيهم أقل سحب هو $1000، الماكس هو 100K. البيوت فين تايم تا هما من 6 حتى 12 تسحب. اوكي قلنا هنا البروفيت سبليت ستراكشر كور سكيل برو فيها كول وسكيل وبرو فيهم 80%، يعني انت كتاخد 80 والشركة كتاخد 20%. يعني داك السحب اللي كتكون كدير مثلا انت عندك $1000 فراه غادي توصلك 9000 دولار، $900 كنت نقول 9000 درهم، $900 توصلك $900 و ديك 20% كتاخدها الشركة. بالنسبة لأي مبلغ يعني أي حساب من هادو كور سكيل وبرو فراه غادي يكون السحب ديالك 80%. شنو آخر كاين هنا Pure and Scale Pro Leave account after. بالنسبة كنظن هيجي الفيديو طويل، هنا غادي نهضروا على اللايف اكاونت وغادي نشرحو ان شاء الله. فهنا غادي يجي الفيديو طويل، نحاول نحبس هنا باش تستوعبوا هذه المعلومات، وحتى لو كان شي مشكل نعاود نشرحو في الفيديوهات في الفيديو الجاي ديال اللايف اكاونت. يعني الاسئله اللي غادي تخليو ليا دابا في هذا الفيديو هذا غادي نجاوب عليهم انا في الفيديو الجاي، نزيد نوضح الافكار اللي ما توضحاتش في الشرح، وغنكون درت انا فيديو على اللايف اكاونت نشرح فيه كل شيء كيتعلق باللايف اكاونت، كيفاش تجنبوا المشكل ديالو وتحافظوا على لي كونط ديالكم، وكيفاش تسحبوا منهم بلا ما تخسروا الشركه او بلا ما تبلوكيكم الشركه. كنظن حتى لهنا كلشي مفهوم. وصلت لنهاية الفيديو ديالي. قبل ما نسالي الفيديو الا كان حيت بعض المرات كنكون كندير فيديو والمعلومه صحيحه في الدماغ، ولكن كيكون واحد التلعثم بسبب واحد لونطراك ما عرفتش واش تفهموا ولا لا. كيكون ملي كتكوني كتصايبي الفيديو كتحاولي وكتركزي على انك تعطي المعلومه كامله، لان انا ما كنبغيش داك الاحتكار ديال المعلومات ولا نستافد من الفيديو، لان انا اصلا ما كنستافدش من الفيديوهات. فكنحاول اني كنعطي كلشي داكشي المعلومات اللي عندي، وكيداخلوا ليا المعلومات في بعضهم، فكتكون واحد زلة لسان ولا واحد الكلمه كنتي باغي تقول واحد الكلمه وكتخرج واحد الكلمه اخرى وانت قاصد داك المعنى اللي انت باغي في دماغك. فلهذا الا كانوا شي شي زلات فاكتبوهم ليا وان شاء الله نصحهم في الفيديو الجاي ان شاء الله نكون ما انتبهتش ليهم. وصلت لنهاية الفيديو ديالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء الفيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.